أهلًا بيكم حلقة جديدة من هوية بيزنس. حلقة النهارده مختلفة خالص، إحنا مش هنتكلم في موضوع على قد ما أنا هاطلب نصيحة. إزيك يا مروان؟ ازيك يا صوفي، ايه الاخبار؟ عامل إيه؟ كله تمام الحمد لله، كله تمام. مروان، حلقة النهارده هي حلقة ممكن تكون شخصيًا بتلمس need عندي، عند أي بني آدم بيشتغل في corporate أو اهم. برّه الcorporate، أي شخص بيشتغل. هو أنا قادر أشتغل؟ هو أنا عايزة أمشي من شغلي؟ طب أنا أفضل في شغلي والّا أمشي والّا أعمل إيه؟ إمم. حلقة النهارده كلّها هي خلّينا نقول إن هي طريق سبيل ل ل لأي موظف، أي شخص ممكن يكون تايه، ممكن أكون أنا شخصيًا أصلًا تايهة. نعمل إيه، نروح فين، نتصرّف إزاي؟ مروان، لو أي حد عايز يسيب شغله، يعمل إيه بكرة؟ أنتِ هتدّيني أنا القرار ده، الresponsibility بتاعة القرار؟ يعني نسألك النصيحة، يالّا بينا. طيب النصيحة، أعتقد دي يالّا. أول حاجة، دي أول يس. حاجة، إن أنتِ محتاجة إن أنتِ تتكلمي مع حد خارجي، يعني حد خارج نطاقِك الداخلي. لإن إمم. كل أمّا الشخص بيتكلّم مع نَفْسه في الموضوع ده، بيبقى عنده لَبْس في حاجتين، لَبْس في حتّة الemotions اللي عنده، emotions بقى مديري مثلًا امبارح قال لي كلمتين مش عاجبني، زميل مثلًا وزّع هدايا على الناس وما عطانيش أنا هدية، أوكي، يعني بيبقى في أوكي. emotions كده موجودة، فالemotions دي أحيانًا بتاخُد حيّز كبير جدًا من اتخاذ القرار، ولكن إحنا عارفين إن الemotions مهما كانت هي بتبقى أحيانًا لحظية. والemotions دي بترجع تاني لمُعدّلها الطبيعي، فأحيانًا أنا صحيح. باخد القرار بناءً على الemotion ولكن القرار نَفْسه ما بيبقاش منطقي، فعشان كده إمم. أول حاجة المفروض الشخص يعملها إن هو ياخد كده pause، ياخد كده هُدنة ويحاول يفكّر، هل ده قرار عاطفي والّا قرار منطقي؟ وده اللي بيسموها emotional intelligence، إن هو يدخّل المنطق وهو بياخد القرار ده. لإن هو بعديه في حاجات كتيرة هتحصل، يعني بعديه في تسلسلات كتيرة هتحصل في الحياة، وفي الآخر ولا هي مسؤولية مروان ولا مسؤولية حسين ولا مسؤولية اليوتيوب فيديو اللي أنت شُفت واحد بيتكلم من المالديفز وعمل side hustle من المالديفز وأنت اتحمست جدًا وهو بيعمل ده، وقُلت إن أنا كمان هاستقيل من شغلي وهاروح المالديفز. القرار ده مش هيرجع على بتاع اليوتيوب فيديو أو مش هيرجع على مروان أو مش هيرجع على صافي، القرار ده إحنا محتاجين نتحمّل مسؤوليته إحنا، لإن إحنا اللي عندنا المسؤوليات دي، فعشان كده إمم. لازم يكون هو قرار منطقي أكتر منّه عاطفي، فاللي أنتِ بتعمليه دلوقتي 100% صح، إن أنتِ تفكّري هو إيه المنطق اللي أنا باخد بيه هذا القرار، مش بس العاطفة. آه، ف ف فما أعملش زي ما أي حد بيعمل، اللي هو أنا دخلت حصل لي مشكلة كبيرة جدًا في الشغل، خرجت خلاص يا جماعة أنا قفشت ولازم أستقيل. ده حقيقي. آآ يبقى لو أنا هارفلكت على كلامك فهاقول إنه قرار إن أنا أسيب شغلي هو قرار له تبعات، تبعات اهم. مادية، اهم. تبعات ليها علاقة لو أنا مسؤول عن بيت، لو أنا مسؤول عن نفسي حتى، في الآخر كل قرار اهم. له نتيجة. ومش معنى إن أنا باشوف حواليّا، وده بيحصل بقى كتير جدًا، ناس حواليّا عندهم شغل بتاعهم واستقالوا وبقوا قصة نجاح، إن أنا كمان ممكن أكون قصة نجاح، ممكن أكون قصة النجاح دي أو لأ، اهم. بس إن أنا أبقى دارس القرار ده كويس أوي، اهم. ومستعين بtools تساعدني إن أنا آخد القرار ده صح جدًا، متهيأ لي ده أقرب طريق وأقصر طريق إن أنا أوصل للقرار بتاع أسيب شغلي والّا لأ. بالضبط طيب كده. في أي tool أقدر إن أنا أبني عليها القرار دوّة؟ في tools كتيرة أوي، وخلّينا أوكي. نفكّر فيهم مع بعض، ونفكّر في يالّا بينا. steps يعني نفكّر في plan، لإن إحنا حابين إن إحنا نقول للناس النهارده لو أنت عايز تسيب شغلك، إيه الplan الexit plan اللي أنت ياه! المفروض تعملها عشان تقدر إن أنت لمّا تسيب شغلك، تسيب شغلك وأنت متطمن، مش تسيب شغلك ياه! بناءً على فقط emotional، يعني emotional ممكن نقول، ممكن صراعات عاطفية حصلت لك، سواء صراعات أو سواء يعني pleasure حصلت لك من مشاهدة شيء، فتعالَ ممكن نفكّر فيها مع بعض، بس قبل ما أقول كده في قرار واحد، قرار واحد ممكن تاخد فيه وده exception وده مش من أي حد، ده منّي وممكن ناس تصدّقني أو ما تصدّقنيش، بس اللي أنا شُفته يعني أنا بقى لي مثلًا حوالي 14 سَنة باساعد رواد أعمال وموظفين، سواء حد بيعمل side business أو لأ، النصيحة دي عمري ما قُلتها لحد وندمت عليها، في حتّة إن أنت تسيب شغلك بُكرة. أوكي، ممكن يكون emotional بس تسيبه بُكرة، إن حاجة تيجي على كرامتك. إمم. صح جدًا. يعني لو لقيت
إن في حاجة بتمِس كرامتك أو بتهين كرامتك، دي ممكن إن أنت تاخد فيها قرار، وبعد كده بقى نفكّر في إيه اللي هيحصل بعديه. لإن إمم. لو أنت وخاصةً الناس اللي هم دمّهم حامي ودمّهم حي ده، أوكي، لو أنت فضلت على كده كتير، الألم النفسي اللي هيبقى عندك داخل الوظيفة أكتر بكتير أوي من أي حاجة تاني. فحتّة إن حاجة تيجي على كرامتك ودي بقى ليها هي نسبية، فمش هاقدر أقول لِك إيه الموقف اللي ممكن بس حاجة تيجي على كرامتك بشكل حقيقي وبشكل منطقي وبشكل عاطفي، أعتقد دي اللحظة اللي أنت محتاج إن أنت تاخد فيها قرار، وقرار صارم وقرار سريع. وما أعتقدش إن حد قُلت له كده وندم على اللي أنا قُلته له. آمم، صح جدًا. بيتهيأ لي في حاجات ما بتتنسيش في الدنيا، Yes. والوجع بتاعها بيبقى قوي، وجع الكرامة طبعًا، وجع بس إدراكي زي ما أنت بتقولي كده زي ما أنت بتقول لنا كده، فكرة إنه هو الألم ده حقيقي، الألم ده واقعي، الألم ده فعلًا خابط Yes. في الكرامة والّا لأ، very very وزي ما important قُلت لِك points يعني. حتّة هنا في نسبية، يعني مثلًا لو أنا ما عملتش أيوه، الشغل بتاعي ودخلت لمديري وقال لي: "مروان هو إيه الهبل اللي أنت عامله ده؟" ما حدش يقول لي: "مروان كرامتي وجعتني." أنا آسف أنت هي بصراحة نسبية جدًا، yes فهي yes نسبية، يعني أنت ما عملتش شغل بيقول لك هو طبعًا ممكن تقول له بس حسِّن اللغة بتاعتك، بس يعني فاهم، نسبية، أوكي؟ yes I agree صح جدًا. طيب دي نصيحة مهمة جدًا، هي فكرة الأولويات يعني أو Yes. الخطوط الحمرا اللي إحنا على أساسها بناخد القرار. Yes. لو الشغل بتاعي النهارده أنا مش اهم. مبسوط، ضاغط على اهم. أعصابي، مش قادر آخد اهم. القرار، فعلًا، اهم. فعلًا محتاج guidance أوكي. أعمل إيه عشان آخد القرار ده؟ أوكي. ممكن أقول لِك آآ حاجة بشكل سريع؟ يالّا بينا. ما تقدّمش استقالتك قبل ما تقرا الكتابين دول، واحد اسمه Designing Your Life والتاني إمم. اسمه What Color is Your Parachute. الparachute أوكي؟ أوكي، أوكي. يعني ما تقدّمش استقالتك قبل الاتنين دول، ومعظم الtips اللي إحنا هنقولها النهارده يعني حاجات ليها علاقة بحاجة أنا شُفتها بشكل واقعي في حياتي أنا الشخصية، وحاجات الكتابين دول مهمين جدًا إن أنت تقراهم وتعمل الexercises اللي فيهم قبل ما تفكّر تقدّم استقالتك. إحنا هنتكلّم على one exercise في واحد منهم اللي هو designing your life هنتكلّم عليه بشكل وهندّي أمثلة عليه، بس خلّيني أقول لِك أول حاجة المفروض تعملها قبل ما تفكّر إن أنت تسيب الوظيفة بتاعتك، إن أنت تفكّر في حاجة اسمها job crafting. أوكي. job crafting أنا بشكل شخصي كنت بافكّر كتير أوي إن أنا أسيب الشغل بتاعي وأشتغل full time في شغل تاني، أوكي؟ اهم. فرُحت درست حاجة اسمها positive psychology من 2013 تقريبًا كانت لسه فكرة الpositive psychology دي pure درستها في لندن، إمم. وكان في chapter محتاجين إن إحنا ندرسه جوّه الموضوع ده اسمه job crafting مش هتلاقي برضه كل المدارس وكل الحاجات بتدرس الjob crafting داخل الpositive psychology بس أنا كنت محظوظ فدرسته. بس لقيت رَد على سؤالي إمتى أسيب الوظيفة بتاعتي، أحيانًا الوظيفة بتاعتك أنت مش محتاج تسيبها، أنت محتاج to redesign it تعيد تصميمها عشان تشعر بيها وتشوف هل هي موافقة ليك والّا لأ، فأنت أوكي. بتعيد تشكيلها، فهي لأ بيسموها job crafting لإن في ناس وظيفتهم مش وحشة ومش حلوة، فهي دي الjob crafting بتفيد في الحتة دي. على سبيل المثال الjob crafting بيتكوّن من 3 حاجات أساسية إمم. task crafting يعني إيه، بتشوف التاسكات بتاعتك هل هي شبه الvalues بتاعتك والّا لأ، هل شبه الstrengths بتاعتك والّا لأ، بتستخدم فيها مواطن القوة بتاعتك والّا لأ، فبتشوف التاسكات اللي عليك بتكتب كل التاسكات اللي عليك، مثلًا أنا محتاج إن أنا أعمل presentation مثلًا إن أنا محتاج إن أنا أكتب على السوشيال ميديا، مثلًا محتاج إن أنا أصمم، مثلًا محتاج إن أنا أعمل meetings مثلًا محتاج إن أنا أرُد على الإيميلات، إيه هي من التاسكات دي اللي مناسبة لمواطن القوة أو بتستخدم فيها مواطن القوة؟ بتاعتك، وده هيخلّينا نرجع خطوة تانية لورا، إن أنت تعرف حقيقي أنت مين قبل ما أنا تسيب كنت لسه الوظيفة، هاسألك هو أنا عارف أصلًا مواطن القوة بتاعتي عشان خاطر أقدر أعرف أربط بيها والّا يس لأ؟ تبقى yes. كارثة لو سِبت الوظيفة بتاعتك الحالية وأنت مش عارف مواطن القوة بتاعتك ومهاراتك الحقيقية، أوكي، لإن أنت كإنّك بتروح إمم. تدوّر على شيء وأنت مش عارف أنت بتدوّر على إيه، عارفة بالضبط yes. زي أمّا أروح أكتب CV أو باكتب CV من غير ما أعرف الوظيفة اللي أنا أساسًا حاطط عيني عليها.
المفروض الواحد إمم، بيكتب الCV العكس أو ده اللي إحنا اتعلمناه، إن أنت بتبُص على الوظيفة اللي أنت عايزها وبتشوف الjob responsibilities واللي مطلوب منها، وبتحاول إن أنت تكتب الCV بتاعك عشان الشخص اللي بيشوفه يقول الشخص ده ينفع في الوظيفة دي. فممكن الشخص اللي مش عارف مواطن القوة بتاعته هو بيكتب CV عام vague very general. فواحدة من الحاجات المهمة حاول إن أنت تعرف إيه هي القِيَم بتاعتك، إيه هي مواطن القوة الموجودة عندك، وفي حاجات كتيرة strengths profile strengths finder ممكن تسأل حد، إمم، ممكن تعمل coaching sessions يعني حاجات مختلفة ممكن إن أنت تعملها. فالjob crafting أول حاجة اتكلمنا فيها على الtask crafting، تاني حاجة فيها relationship crafting. يعني أنا باقدّم إيه لمين داخل الشركة دي، العلاقات اللي فيها شكلها عامل إزاي، مثلًا أنا باستمتع وأنا باعمل presentation، أنا مثلًا باحاول إن أنا أقدّم للناس قيمة، أنا مثلًا لمّا باروح باحضر conference أنا باقابل الناس بنتحاول إن إحنا نتناقش في حاجة ممكن تفيدني في التكنولوجي أو ممكن تفيدني في المجال اللي أنا فيه، العلاقات اللي موجودة في الشركة شكلها عامل إزاي، فدي حاجة اسمها task crafting. تالت حاجة اسمها meaning أو meaningful. أوكي، أو إزاي بتصنع meaning للشركة اللي أنت فيها أو للوظيفة بتاعتك. مثلًا عِشت كتير أوي باشتغل في oil and gas industry ولسه جزء من الشغل بتاعي موجود في oil and gas في الoil and gas industry، بس الvision بتاعتي ما لهاش أي علاقة بإن إحنا نجيب oil نجيب gas نجيب energy مختلفة عن الشركة أو الشركات اللي أنا اشتغلت فيها، ليه؟ لإن الmeaning بتاعي إن أنا أصحى كل يوم الصبح أفهم the psychology of earth. علم إمم، نفس الأرض. فأنا اللي بيصحّيني كل يوم الصبح وأروح الشركة مش عشان إن أنا بانتمي إلى الmission الكبيرة بتاعة الشركة، ولكن أنا صنعت mission تانية صغيرة اللي هي أنا حابب إن أنا أعرف the psychology of earth يعني علم نفس لإن أنا باحب فكرة علم النفس. فإن أنت كمان تكتب الصفحة دي أو إمم، تكتب الصيغة دي، دي لازم تكون مرتبطة بأنت عارف نفسك مين، عارف أنت بتحب إيه، عارف إيه اللي بيحمّسك. فأنا كل يوم باروح أعرف هو ليه هنا في بترول وهنا ما فيش بترول، هنا ليه في مثلًا معادن بشكل معيّن هنا ليه ما فيش، هنا ليه الناس بتلاقي حاجة هنا ما فيش، هنا ليه الناس بتطلّع مَيّة fresh وهنا الناس بتطلّع مَيّة salty مثلًا مملّحة، ليه الأرض عملت كده؟ طبعًا الخالق ربنا سبحانه وتعالى خلّى الأرض تعمل كده. ليه ده بيحصل؟ ده بالنسبة لي بيساعدني إن أنا أقوم من النوم كل يوم الصبح وأبقى متحمّس، بالإضافة إن الشركة نفسها بتستفيد من اللي أنا باعمله ده في الvision بتاعتها، فهي أوكي، win-win situation. ده بالإضافة لحاجة تانية إن أنا باساعد الناس اللي حواليّا أو زمايلي إن هم يعرفوا their meaning in life ودي حاجة تانية ممكن ما لهاش علاقة بالشركة بس، وأنا في الشركة في بني آدمين، طب هو البني آدمين دول ممكن أسيبهم؟ طب لو أنا باحب أساعد الناس، هو أنا ليه أحب أساعد الناس اللي برّه ما احبش أساعد الناس اللي جوّه؟ ودي كانت صح، برضه حاجة في دماغي فاهم، ما هو هنا في ناس وهنا في ناس، طب ما تساعد الناس دي، ولو ما قدرتش تساعد الناس دي اللي هم زمايلك، فأنت هتساعد ناس حد غريب إزاي؟ فعلى الأقل جرّب، فدي كانت واحدة من الحاجات اللي بتقوّمني كل يوم الصبح، very فدول nice. ال3 طب أنا حاجات في الjob crafting يعني. بُص أنا عايزة أرجع لpoint 2 بعد كده هاقلدك وارسم pyramid كده شبه اللي أنت بتحب ماشي. ترسمهم. point 2 فكرة الrelationship المقصود بيها هنا إنه relationships أو العلاقات اللي موجودة جوّه الشركة شبهي والّا اللي مقصود بيها هنا إنه هل شكل العلاقات والتعاملات دي شبه الvalues بتاعتي أو الحاجة اللي بادوّر عليها؟ يعني الrelationship هنا بتتاكل إيه daily work والّا بتتاكل الrelation أو بتربط ما بين العلاقات الشخصية دي أو تعاملاتي مع البشر وما بين اللي أنا بادوّر عليه أصلًا؟ هي هي أهم حاجة فيها إن يبقى ليك علاقات مع البني آدمين، ده رقم 1 أوكي، وعلاقات إيجابية مع البني آدمين، يعني أنا دلوقتي لمّا هاتعامل مع صافي، إيه اللي أنا هاخده؟ أو لمّا إمم، هاتعامل مع team إيه الإضافة؟ أوكي، فأعتقد أهم حاجة فيها إن أنت في علاقة مع البني آدمين، لإن لو ما فيش علاقة مع البني آدمين، هو أنت كده الشغلة بتاعتك مش هتحبها أوي، أو هيبقى في آه، نقصان فيها، أنت مش هتشعر إن أنت كامل في الوظيفة دي. في ناس يقول لك أنا باحب أشتغل مع نفسي، مش أنت عندك clients حتى لو أنت بتشتغل programmers، أنا عارف الناس الprogrammers أو الprogramming الناس دول هم أكتر ناس ما بيحبوش يشتغلوا مع بني آدمين، صح؟ بس لازم بيجيبوا أيوه حد مركّز، تاني بيجيبوا إمم، حد تاني project manager هو اللي بيتعامل مع البني آدمين، حلو، طب ما هو لسه في project manager أنت محتاج تتعامل معاه، إمم، صح؟ حتى صح، لو أنت مش هتتعامل مع الclient بس في حلقة وصل أنت محتاج تتعامل معاه، لو مش قادر تتعامل معاه done. أوكي، آآ فأعتقد مهم جدًا فكرة الtask الrelationship crafting إن أنت تشوف الnetworking اللي أنت هتعمله
وإن أنت هتستفيد منّه إيه، وأنت كمان هتدّي لهم إيه. أوكي. طيب فأنا هنا بقى لو هارسم pyramid كده شبه اللي أنت بتحب ترسمهم يا مروان، إمم، فهاقول إنه أول حاجة أنا باعملها هو الpre work أو إن أنا باجهّز نَفْسي، بافهم إيه هي الstrength أنا قوي في إيه، اهم، أنا إيه الحاجة اللي تميّزني عن غيري، إيه الvalues أو إيه القيم والمبادئ بتاعتي. then هاطلع تاني step في الهرم، إن أنا هارُد على 3 أسئلة ليها علاقة بالtask اللي أنا باشتغلها الtask crafting ليها اهم، علاقة بالrelationship crafting والحاجة التالتة هيبقى ليها علاقة بالmeaning أو بالمعنى بتاع اهم، الشغل ده. صح كده، الهرم آخره الaction بقى، صح؟ أنا كده فهمت العلاقة ما بين أول yes، خطوة في الهرم وتاني خطوة في الهرم، أبتدي آخُد action، أعمل إيه الله بقى؟ ينوّر عليكِ. كده أنت هتبقى عارف حاجة حلوة أوي، بسيطة جدًا، هل أنا هاكمّل والّا مش هاكمّل؟ ما هو أنا لو أوكي. عملت الواجب ده، ساعتها القرار مش هيبقى عاطفي، ساعتها القرار هيبقى خلاص أنا جهّزت نَفْسي، عملت job crafting، عرفت كل الحاجات، ما أخدتش قرارات بالصدفة، عرفت أنا مين، عرفت إن أنا مش مبسوط هنا ليه and so on. بعد كده هابدأ إن أنا آخُد قرار هاكمّل والّا مش هاكمّل. لو لقيت إن أنت خلاص عملت الjob crafting ده وحبّيت شوية الشكل بتاع الوظيفة بتاعتك، كان بها، توكّل على الله كمّل. لو لقيت لأ، أنا عملت كل ده ومش نافع معايا، فساعتها إن أنت هتبقى عارف أنت ماشي ليه، وساعتها هتبقى إمم. عارف أنت رايح فين ليه، أو أنت عايز تروح فين. عارفة بالضبط أنا باحب أمثّلها يا صافي بشخص عنده قارب، والقارب ده مخروم، لو خَد القارب ده وودّاه أي بحر تاني، ما هو القارب ده هيغرق، هيغرق، مضبوط؟ طبعًا. أحيانًا باشوف ناس بتعمل job crafting إن هي بتشيل القارب بتاعها اللي هي حياتها ومشاكلها وكل حاجة، وتروح لبحر تاني وفاكرة إن البحر التاني ده هو ده اللي هيخلّي القارب هو بيطفو، ولكن إمم. المشكلة أحيانًا إن القارب برضه بيغرق في البحر الجديد، لإن أنت ما عالجتش القارب نفسه أو ما فهمتش أساسًا إن القارب فيه مشكلة. باشوفها أحيانًا فين، إن شخص مثلًا بيبقى عنده مشكلة في الcommunication، بيعمل شغل كويس أوي، بس ما بيقدرش يعرض الشغل بتاعه بشكل كويس. إمم. فهو فاكر إن الناس ما بتخلّيهوش يقف على الstage يعرض عشان هم مش بيحبوه، ضده. ولكن حقيقي هو ما عندوش القدرة إن هو يقف قدّام الناس ويشرح اللي هو عمله، ما عندوش الcommunication، ولمّا ييجي يتكلّم مع الناس بيغلط فيهم and so on، فهو شاطر جدًا. فلو خَد الpackage دي وقال الناس هنا مش بيحبوني وراح لحتّة تانية، ما هياخد معاه الcommunication، هياخد معاه إن هو ممكن محتاج إن هو يتعلّم ويطوّر من طريقة الشرح بتاعه، فاللي هيحصل إيه؟ ما هو القارئ برضه هيغرق، حتى لو إمم. side business، حتى لو أنت كنت your own boss، بس أنت هيبقى شغّال معاك team، الteam ده وشغّال مع clients، فأنت لو ما قدرتش إن أنت تطوّر من الموضوع ده، فأنت القارب بتاعك هيغرق في البحر بتاعك أو الpool بتاعك اللي أنت بنيته داخل بيتك. لأ، يعني قوية جدًا، جدًا، الإدراك ده قد إيه ممكن يفرق في قرار مهم زي قرار إن الشخص يسيب شغله والّا لأ. طيب أنا عايزة بس أخصّص آخر شوية في الحلقة بتاعة النهارده، خلاص أنا عملت الhomework بتاعي، خلّصت إمم. الexercise، خلّصت الهرم، وتوكّلت على الله، أنا هاسيب الشغل، أوكي؟ أوكي، يالّا في بينا نعمل حاجات exercise. تنصح بيها إمم. إنه آخُد بالي أو أي شخص هياخد القرار ياخد باله منها قبل ما يستقيل من شغله؟ yes. الكتاب اللي هو Designing Your Life، في exercise خلّينا نعمل share مع بعض ونشوفه. يالّا بينا. الexercise ده قبل ما نخش فيه، هو بيقول لك إن أنت ممكن تفكّر في 3 سيناريوهات. السيناريو الأولاني لو أنت فضلت في الشركة بتاعتك لإن عليك التزامات، عليك حاجات كتير، أنت دلوقتي ما عندكش مثلًا savings ينفعك، ما عندكش فكرة side business، ما عملتش market research وشُفت مثلًا إيه الشركة اللي أنت هتروحها، عليك ديون، فأنت محتاج إن أنت تكمّل في الشركة بتاعتك، أوكي؟ فلو أنت إمم. كمّلت في الشركة بتاعتك، إيه اللي هيحصل؟ يعني إيه الplan بتاعتك ل5 سنين جاية؟ يعني هتاخدها اعتبارًا من إن أنا هاكمّل مش إن أنا هاسيب، 5 سنين جاية إيه اللي هيحصل لو أنت كمّلت في الشركة بتاعتك؟ فهنا بتعمل ده هنا يعني كل واحدة فيهم بسنة، السنة الأولى، السنة التانية، السنة التالتة، السنة الرابعة، السنة الخامسة، وحاجة اسمها دي اسمها alternative plan رقم 1 أو سيناريو رقم 1، والسيناريو ده بتحُط فيه هل أنا عندي الresources اللي موجودة والّا لأ، أو نسبة الresources الموارد اللي موجودة عندي شكلها عامل إزاي،
هل أنا باحب ده والّا لأ، وباحب السيناريو ده والّا لأ؟ هل أنا واثق إن أنا أقدر أعمل الplan بتاعة ال5 سنين دي والّا لأ؟ والcoherence هنا هل هي متوافقة مع الvalues بتاعتي والstrengths والّا لأ؟ وبتحط رقم من 100 عارفة زي كده إيه الموتور، بتشوف السهم اهم. بتاعك على إيه. فأنت أول سيناريو هتعمله هو سيناريو إن أنت هتكمّل في الشركة بتاعتك لمدة 5 سنين. السنة الأولانية هتعمل فيها إيه، السنة التانية هتعمل فيها إيه، التالتة، الرابعة، الخامسة. مثلًا السنة الأولانية دلوقتي أنا مش كويس جدًا في موضوع الcommunication، فأول حاجة إن أنا هاعملها هاروح دلوقتي آخد كورس communication كويس. السنة التانية عدد الpresentation اللي أنا هاعملها هيبدأ يزيد. السنة التالتة هابدأ إن أنا أطلب إن أنا آخد promotion بشكل معيّن. السنة الرابعة هاخد الpromotion دي أحاول مثلًا أبذل فيها مجهود بشكل ما أو آخر. السنة الخامسة هابدأ إن أنا أبقى CEO للشركة دي مثلًا مثال، أوكي؟ أوكي. فلو أنت قُلت إن ال5 سنين دول إيه اللي بقى بيحصل في أول في الresources هل أنت عندك الموارد، سواء الموارد وقت، مجهود، بني آدمين عشان حد يساعدك في الموضوع ده والّا لأ؟ كام من 100؟ هل أنت حابب السيناريو ده كام من 100؟ هل أنت confident إن أنت توصل لده كام في المِيّة؟ هل أنت عندك زي ما إحنا قُلنا التوافق الشخصي إن أنت تمشي في الplan دي كام في المِيّة؟ ده أول سيناريو، أوكي؟ أوكي. السيناريو التاني، هنعمل سيناريو 5 سنين لو أنت سِبت الشُغلة بتاعتك وعملت side business أوكي، حاجة أنت إمم. بتحبها، تعالوا نعملها مع بعض. ده مثلًا مثال حاجة اسمها all in the Silicon Valley story. أول حاجة مثلًا إن هو هيبدأ ياخد فلوس من الناس في أول سَنة. تاني حاجة إن هو هيجمّع مثلًا نُص مليون وهيروح هاواي، يروح vacation في هاواي. تالت حاجة إن هو هياخد فلوس أكتر، ممكن يعمل برضه funding فلوس أكتر ويعمل beta program ويحاول برضه إن هو يطلع يclimb mountain معيّن. أوكي، السنة إمم. الخامسة هيبدأ إن هو يscale بيسموها the hockey stick اللي هو الscale يعني ده كده رأسي وبعد كده هيscale بشكل أفقي، فالدنيا هتزيد عنده أو هو متوقع كده، وبعد كده هيروح مثلًا يعمل skiing أوكي، هو حابب يعمل كده، بعد كده إن هو هيgo public وهيبدأ إن هو ينشر الحاجة اللي هو يعملها ويبقى عنده شركة and so on. فده بالنسبة له ال5 سنين. برضه هيعمل فيها نفس الموضوع، هل أنا عندي resources والّا لأ، هل أنا باحبها والّا لأ، هل أنا confident فيها والّا لأ، هل هي متوافقة مع حياتي والّا لأ، أو متوافقة مع شخصيتي والّا لأ، أوكي؟ تمام. في سيناريو رقم 3 السيناريو ده بيسميه أو بيسموه الكُتّاب لأن هو مش كاتب واحد، واحد اسمه بيل بيرنت والتاني اسمه ديف إيفنز. بيسموه the wild card. the wild card اللي هو إيه، تعالَ بقى اعمل أي حاجة مش متوقعة، يعني اعمل إمم. business مش متوقع، اعمل أوكي. حاجة مجنونة. مثلًا أنت حابب إن أنت تستثمر على سبيل المثال في كوبايات مع إن رحيم لسه داخل عندي دلوقتي وممكن يخش في أي لحظة، كوبايات أوكي. البلاستيك بتاعة الأطفال، إزاي تعملها بشكل حلو، إمم. دي فكرة مجنونة عندك، إمم. فتعمل الwild card ده، اللي هو الفكرة المجنونة دي. ويبقى عندك 3 سيناريوهات معمولة بنفس الشكل، يبقى السيناريو الأول 5 سنين وبتعمل فيها الحاجات دي، السيناريو التاني، السيناريو التالت. أعظم حاجة في المثال ده يا صافي، هو إن هو بيدّي لك الfreedom of choice حرية إمم. القرار، عندك سيناريوهات تقدر إن أنت تشتغل بيها، بدل ما الشخص بيبقى عنده إن هو مرتبط بالemotions ومرتبط بالعاطفة، إن أنا محتاج إن أنا أسيب دلوقتي، المثال ده اللي إحنا قُلناه بيعمل لك إيه، بيخلّيك تفكّر emotional intelligence بشكل واقعي، بيخلّيك تقيس and so on. فده exercise أحب الناس دايمًا تعمله قبل ما تسيب الشركة بتاعتها، ممكن على فكرة تعمله لو هي مش قادرة تعمله مع نفسها، ممكن تطلب coach، mentor، career consultant يكلمها في الموضوع ده، أوكي، قبل ما تاخد القرار المصيري ده، لأن هو مش بس بيأثّر عليها، بس ممكن يأثّر على الأسرة. أنت عارف اللي عاجبني في الexercise ده أوي إيه، عمّالة أفكّر وأنت بتشرح فكرة إحنا في الcoaching دايمًا نقول اكتب، لإن الكتابة اهم، بتساعد الشخص إن هو يرتّب أفكاره ودايمًا تلاقي الأشخاص اللي هم عايزين ياخدوا القرار بتاع إن هم يسيبوا الشغل ومش عارفين، هم عندهم الlimiting belief بتاع أنا مش هاعرف أسيب الشغل، أنا مش هينفع أسيب الشغل، أنا لا عندي وقت ولا معايا فلوس أو ورايا ديون أو زي ما أنت كده كنت بتقول. اهم، جمال الexercise هو إن أنا باكسر بإيدي بالكتابة الlimiting belief أو الحاجة اللي باقولها لنفسي طول الوقت إن أنا مش هاعرف أعملها،
ده أنا بالضبط. باكتبها بدل ما أنا عمّالة ألِف في الدايرة طول اليوم، أصحى عايزة آخُد القرار مش عارف، أروّح البيت أنام مُكتئب، أصحى تاني يوم، لأ ده أنا عندي حاجة مكتوبة ومقرية وشايفها بعيني وأقدر أreflect عليها وأقدر أشتغل بيها very, very, very good tool يعني thank you so much for Yes. sharing. لأ، هم بصراحة كاتبينه بشكل كويس. زي ما إحنا اتكلمنا على الفلسفة بتاعتنا أو الفلسفة بتاعتها بشكل عام، وبعد كده ممكن بقى تلاقي exercises كتير، وأعتقد برضه يعني what color is your parachute لذيذ، لإن هو بيتكلم على فكرة الskills والvalues والحاجات اللي أنت بتحبها وفكرة الjob crafting. اللي إحنا كنا بس حابين نقوله الأول، أول حاجة كنا حابين نقولها ما أعتقد إن أنا ممكن نسيت إن أنا أقولها في الأول، هي لو أنت عندك بتاخد القرار أسيب شغلي والّا ما أسيبوش، محتاج تقول الحمد لله. إمم، لإن في ناس مش لاقية أساسًا شغل، صح. فإن أنت تبدأ أساسًا الرحلة كلّها من gratitude من امتنان، إن الحمد لله إن أنا عندي الرفاهية إن أنا أقول إن أنا عايز أعمل career shift. من وجهة نظري دي جزء من الرفاهية. آه. دي نعمة وفضل من عند ربنا، الحمد لله على النعمة اللي إحنا فيها يعني. خلاص يا طيب صافي أنا اتفقنا؟ خدت القرار، أنا خدت القرار. طيب أنا بس قبل ما نقفل محتاجة سريعًا اهم. 2 main points حاجتين أو 3 مهمين أوي، أوي، أوي إن أنا ما اتغاضاش عنهم لو هاخد قرار إن أنا أسيب الشغل. رقم 1 اعرف نَفْسك كويس أوي من جوّه، أوكي، واعرف أنت بتساوي كام من برّه. أوكي، حلوة أوك دي. فأشوف قيمتي في السوق إيه، أو قيمة برافو الفكرة عليك. اللي أنا طالع بيها ودي بقى اتكلمنا عليها في نقطة كمية أكتر من حلقات حاجة. مش طبيعية، إمم. فكرة بقى إن أنا أقدّر فكرتي وأشوف أهميتها في السوق، وأشوف هي أصلًا الناس محتاجينها والّا لأ، وأشوف قيمتي أنا أصلًا كشخص في السوق، ده قصدك لأ، صح؟ برافو عليكِ، تمام وما هي تستناش، يعني مثلًا حتى لو أنت الشركة بتاعتك كويسة وحلوة وstable، أنت كل سنة أنت بكام؟ أنت لو هتسيب الشركة بتاعتك أنت بكام؟ يعني أنت لو حاول تشوف شركات تقدّم فيها offer تقدّم فيها الCV بتاعك حتى لو أنت مش هتشتغل، بس عشان تعرف هو أنت بكام، مش بكام طبعًا أنت لا تُقدّر بثمن كبني آدم وكإنسان، بس ولكن المهارات اللي القيمة عندك يعني yes السوقية بالضبط. yes. عايزة أبني معلش على دي قبل ما نروح لpoint 2 فكرة إن أنت وأنت جوّه شركة تقدّم في شركة تانية دي مش بس فكرة تقديم CV على فكرة أو إن أنت تنقل من شغلك، ولكن فكرة إدراكك السوق بيبقى محتاج إيه، لو أنت فعلًا مكمّل جوّه شغلك أو رايح حاجة تانية ليها علاقة بالشغل مهمة أوي دي، إنه إدراكك لإيه هي المهارات اللي بقت الوظيفة دي بتحتاجها. صح. يعني تلاقي شخص مثلًا علّامة في الحتّة دي في الحسابات for example حلو، اهم. فهو علّامة الاسم ده مشهور خطير، ولكن الوظيفة دي دلوقتي بقت بتستدعي إنه مش بس يبقى فاهم extreme functions أو حاجات كتيرة أوي في الExcel، لأ لازم كمان يبقى عارف Power BI for example، فلازم اهم. يبقى عارف إيه الupdate اللي أنا بادّي يعني مثل بسيط جدًا، إيه الupdate اللي نازل في الحاجة بتاعة شغله، ده مهم أوي، أوي لأول point بقى اتكلمنا عليها، إيه نقاط قوتي، إيه اللي بيميزني عن غيري، إيه اللي بيخلّيني آخد أي قرار. yes 100%، yes 100%. فدي أول حاجة، تاني حاجة سريعًا. بُصّي، إحنا قُلنا أول حاجة إن أنت تعرف نَفْسك من جوّه، وبعد كده yes قدّر نَفْسك من برّه، فأول حاجة إحنا اتكلّمنا عليها اللي هي الvalues والstrengths yes بتاعتك والمعنى بتاعك والكلام ده، الحاجة التانية إن أنت تقدّر نَفْسك من برّه، فدول الtwo points اللي أنا ممكن أحب إن أنا أقولهم. أوكي، شكرًا جدًا ليك يا مروان، لأي حد بقى بيسمعنا اسمعوا الحلقة تاني، هات ورقة وقلم، اكتبوا كل الأسئلة اللي إحنا اتكلمنا عليها، اطلعوا بreflections، قد إيه الحلقة دي فعلًا ممكن تبقى مفيدة لو اتكتبت على ورق وبدأنا نطبّق الtechniques ديّة في حياتنا، شكرًا جدًا ليكم ونستناكم في الحلقة الجاية من هاوية business. مع السلامة. مع السلامة.